كلام كتير اتقال طبعا على هذه المباراه، وما كانش يعني النتيجه بيني وبينكم طبعا برغم بعد النادي الاهلي لاكثر من شهر عن كره القدم وعن جو المباريات وعن اللعب وي وي والكلام ده كله، ولكن برضه ما كناش نتوقع الهزيمه. ولكن جوزيه قال لك اهم شيء بالنسبه له ان اللعيبه نزلت الملعب. اللعيبه يعني جالها القوه انها تنزل الملعب تاني، وده بالنسبه له شيء كويس جدا. بكواليس ما بعثة النادي الاهلي في دبي في المعسكر، كان هناك كلام ان يتم المعسكر يمتد ليوم 14، لكن رفض مانويل جوزيه هذه الفكره وقال اخشى على اللاعبين من الملل. فبالتالي اعتقد ان مباراه بكره ان شاء الله امام دبي الاماراتي مباراه برضو من الممكن مستر مانويل جوزيه انه يعني ياخد خطوه ثانيه من اجل استعاده اللاعبين للثقه وجو المباريات والكلام ده كله. كابتن حسن حمدي بعد ما ادى العمره وصل الى دبي للبقاء مع الفريق في هذا التوقيت من خلال معسكره. مانويل جوزيه بيقول الفوز على دبي ضروري لاستعادة نغمة الانتصارات. قال مانويل جوزيه للاعبين أن الفوز مهم في هذه المباراة رغم أنها ودية، حتى لا تترك النتائج السلبية أثارا غير إيجابية عليهم قبل أيام من انطلاق مشوار الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، خاصة مع تجميد الدوري لأجل غير مسمى. وقال بتمنى ان احنا نتجاوز الاثار السلبيه للهزيمه من الشباب الكويتي، وقال اتمنى ان اللاعبين يستعيدوا نغمه الانتصارات في اسرع وقت ممكن. وده بيني وبينكم طبيعي. بركات من الممكن ان يشارك في مباراه بكره امام دبي الاماراتي ليكون الظهور الاول لبركات بعد مسبحة بورسعيد. بركات خرج من قائمة الفريق في مباراة الشباب، يعني مستر مانويل قال ان هو مش جاهز بنسبة 100%، فبعده عن المباراة وان شاء الله هيكون موجود في مباراة بكرة. اصابات بدأت يعني تكتر في الفريق. شفنا في مباراة الشباب شريف عبد الفضيل اللي أصيب هيغيب حوالي 10 أيام. ده كان طبعا بجانب شريف إكرامي وبجانب وائل جمعة وبجانب شوقي، يعني مجموعة من الإصابات حدثت. الكلام كتير بقى على مباراة الشباب، والبعض قال لك ان دي هزيمة موجعة للنادي الأهلي، والبعض قال لك ان هي الغلطه من مانويل جوزيه انه لعب بتشكيل جديد، ولكن الامور بتروح لمنحنى تاني خالص وكلام